هلا بالسكالانس الاكسلانس، معكم اخوكم اس دي اف من قناه اس دي اف بلوج يا سكالانس. تلقى رابط الانستغرام موجود تحت واليوتيوب وكل الروابط اللي تبيها موجوده يا سكالانس. حياك الله. عايز واقول ان هالار دي يشيل جوس كثر ما تبي يا سكالانس من حجم الجوس واللي موجود تحت، لكن غرفه تحت سكالانس راح تشوفها بالريفيو. ار دي اي جديد من العراق تحديدا من فايكنج، مسمينه فايكنج ار دي اي ديزاين باي مونستر فيب، ومصنعينه عند سي ام فيب يا سكالانس. تصميم من شباب عراقي، شيء سكالانسي اكسلانسي بدعته. يجيب 3 انظمه للتهويه يا سكالانس وفلات ديك، وهذا اكثر شيء انا اعشقه في الار دي. تعالوا ننزل نركب عليه كويلين وقطن وسكالانس ونصعد نسولف عنه واحنا مرتاحين. يلا. فايكنج ار دي اي يا سكالانز، ديزاين باي مونستر فيب من العراق، الله يعطيهم العافيه، وميد باي سي ام فيبرز. تعاون ممتاز، لونه اسود مثل ما احنا شايفين في العلامه اللي برا، وهذا الباكجينج ماله الار دي اي، ومبسم التم. اسمالك بس صح؟ لا يا عزيزي، هني حاطين لك بعد درنفيس واورنجات وبراغي، وهذا برغي السكوانك مثل ما انت شايف. اذا تحب تستخدمه على السكوانك راح تحتاج منه الدرنفيس بس، ودرنفيسهم ممتاز جدا بقياسه ومسكته بعد. وهذا هو الار دي اي يا سكالانس، 30 دايمتر جولد بليتد، وهذه علامه الفايكنج. وهذه التهويه، طبعا في 3 انواع للتهويه، شوي صعب الدور، تغير بصعوبة بصراحة. راح استخدم هذه عشان ندور بكل سهولة. عندك خلايا النحل يا سكالانس، وعندك تهوية خطين مفتوحين، وعندك التهوية الأساسية اللي هي فتحة كاملة مباشرة تطل على الكويلات. وخلونا نركبه الحين على جهاز يا سكالانس. هذا الجهاز من شركة دوفبو، جهاز قديم جدا، تطفيه وتشغله عن طريق البوتن هذه، ومن هني ترفع الفولت اللي انت محتاج انك تدخن فيه. طبعا حاليا راح نطفيه علشان نركب كويلات واحنا مرتاحين. الكويلين راح يركبون هني يا سكالانس، وهني راح تنزل القطن، وهذا هو بيت القطن والجوسول مثل ما احنا شايفين. صراحة حجمه سكالانسي، يشيل جوس مرتب. دائما الار دي اي لما يكون فلات، حاول لما تركب الكويلات تقربهم شوي من بعض. كل ما صاروا بالنص كل ما اعطوك الفليفر اكثر على طول على المبسم مباشرة. بكل سهولة راح نبطل البراغي يا سكالانس، وراح اركب عليه كويلين من كويل ميكر ستور يا سكالانس، هاي اند كويلز 0.15 دايركت لونج، طبعا الين، ومكتوب مواصفاته كامله، داير مداير بستيكر. من الادوات اللي حصلتها بحد الار دي ايز، ومستحيل اني افرط فيها، جدا ممتازه. راح اقص الكويل على قياس 7 ملم، وكذي صاروا عندي نفس الطول وهم الاثنين. وراح انزل الحين كل ريل في بيتها ومكانها، وكل كويل في مكانه راح ينزل تمام. طبعا راكب على الحديده ونشد عليه براغيه. بعد ما شديت على الكويلات راح اجيبهم واخليهم متساويين مع بعض، واقربهم من بعض مثل ما قلت لكم. ساعات الكويل اذا كان جديد ومصنوع من ماتيريال معين يمكن ما يشتغل معك مع اي جهاز، فحاول دائما انك تحرقه قبل لا تشغله، او انك تركبه على جهاز تقدر تحرقه من خلاله، بعدها راح يرتفع لون وياك. وصاروا جاهزين. طبعا انا احب استخدم قطنه واحده واسويها كلها نفس القياس، علشان كل الار دي اي يكون القطن ماله ممتاز. يعني القطن اللي داخل الكويل نفس القطن اللي موجود داخل الكويل، نفس السماكه ونفس الحجم، مو اقل ولا اكثر. واعطيه نفشه بسيطه، ولو ان في ناس وايد مو مؤمنه بهالحركه، لكن عن نفسي انا عن تجربه شخصيه صراحه تفيد وايد. تخلي القطن الزايد اللي ما له داعي ما يشرب، والقطن اللي يشرب مباشره يتوجه للكويل. تشيل القطن الزايد باي ذا واي من كل القطن، وانت مرتاح بسبب حجم غرفه القطن في الدك، تقدر تنزل القطن كامل. دائما احرص بالنص ما يكون في قطن زايد طالع لداخل بين الكويلات، خل كل قطن في بيته وبس. وراح استخدم البيري كرانش من سامز فيب يا سكالانس اي ليكويدز. طبعا هذا يا سكالانس جميع انواع البيري الازرق مخلوطين مع بعض، البيري الاسود، البيري لذيذ جدا يا اكسلانسي، طعم وريحه.
وتشوفون البروز اللي موجود هني داخل الكاب يا سكالانس. هذا البروز هو عبارة عن قفل راح تركب الار دي اي عليه، لكن عن نفسي اركب الكاب واضغط وافر فرة واحدة راح يركب مكانه وخلاص تمام. هذه الفتحات صراحة اللي انا حبيتها. ليتس جو، يلا صعد. وين صعد؟ لحظة شوي لحظة. فيه الجوس ولا فيه. يا هلا مرة ثانية. طبعا بالعادة كل ما كبر حجم الار دي اي كل ما قل فليفر فيه يا سكالانس، لكن هني مسوي لك الدك من تحت 30 دايمتر يشيل جوس وجوس والممتاز يتحمل انك تقطر عليك كثر ما تبي من الجوس. مع ذلك مصغر لك غرفة الاحتراق فوق مكان الكويلات وحاط لك رير فلو مباشرة قدام الكويل. فل سكالانس وثلاث خيارات مثل ما شفت، خلية النحل واللي مفتوح كامل واللي فيه خط بالنص. صراحة عن نفسي انا حبيت المفتوح كامل. كلاود وفليفر. موضوع انك تحط الكويلات بالنص تقربهم شوي من بعض راح يعطيك تركيز اكثر للكلاود، واتوقع الفكره اساسا كذي انك تقرب الكويلين من بعض يصيرون بالنص على السحبه مباشره مع ضرب الهواء. سولف لي عن الفليفر فيه. تركيب وايد سهل بما انه هو سيده يا سكالانس، بس ريل الكويل ضبط عيارها تكون نفس القياس، لا خلي طويل وايد 7 ملم ممتاز جدا على القياس اذا كان عندك، او انه شيء بسيط يعني يكونوا اثنينهم نفس الطول الكويلين عشان ما يشوف واحد قبل واحد والدوالق. جميل 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 بالحجم مال الدك اللي تحت وغرفة الاحتراق الصغيرة. تقطر كثر ما تبي ما راح يمتلي ويطلع من الفتحات، لا لا لا. فل سكالانس غرقان وفل فليفر. عادة الار دي اي اللي يكون الكويلين موجودين بالنص ومقربين من بعض الحرارة فيه تزيد لدرجة انك تحسها بالبخار وانت تسحب يا سكالانس. ال18 كونكتر يعني المبسم اللي هم مختارينه، والمبسم الثاني باي ذا واي وايد اطول منه، لكن مختارين المبسم هذا وتحته التم يخفف لك من الحرارة، عشان كذي ما راح تحس بالحرارة وانت تفيب على الفايكنج يا سكالانس. ميزة حلوة. واذا حاب تستمتع بكويلك انصحك دائما خلي 3.7 هو الواط اللي تستخدمه، مو عفوا الفولت اللي تستخدمه، مو كم واط. لا ترفع الواط اكثر من الفولت لما يكون 3.7. لو وصل 3.7 هذا الواط المناسب على الكويل اللي انت مركبه، راح يعطيك حراره ممتازه. ما زهقت وانا اقطر صراحه. جايكم على الفليفر. سامز بيبي يا سكالانس البيري كرانش اللي هي عباره عن البيري الازرق والاسود ميكس كامل مع بعض. انا وايد افضل هالبيري، ما في لمسه حموضه، السويت وطعم البيري فيها واضح ولذيذ، حتى ريحتها لذيذه. تجيب 3 نكتين وفي 6 نكتين وفي هاي نكتين وفي سولت نكتين مثل ما انت تبي يا سكالانسي. وعلى الفايكنج صراحه فليفر ولا هو. هذه واحدة بس من لاينهم، واللاين وايد طويل جايكم بالريفيوات القادمة يا سكالانس. كل انواع البيري اللي مرسومة على العلبة راح تحسها ميكس متجانس لذيذ في البيري كرانش يا سكالانس، وفي منها ايس باي ذا واي مكتوب عليها منت. فل سكالانس اللي يحب البيري. اكثر شيء واجهني في هذا الار دي وما حبيته ان صعوبه تغيير الاير فلو يا سكالانس. احتجت هالقطعه عشان اغير الاير فلو، لكن باي ذا واي ممتازه، اذا ثبت على واحده وما يتحرك اثبت الكاب وايد احسن. مع تجربه الاير فلو اللي هي مثل خليه النحل حسيت السويت شوي اقل من المفتوح كامل، وبنفسي انا حبيت هذه الفتحه وايد تدفق الهواء والكلاود والفليفر. فل سكالانس. فايكنج ار دي اي اللي يحب يستخدم ار دي اي دي 30 دايمتر، لكن غرفة احتراق ممتازة جدا، ما يوصل حرارة نهائيا مهما فيبت فيه، مو حار الار دي اي، وسبب الالتم اللي موجود فيه تصنيع ممتاز. تسلم ايدينكم على الديزاين الروعة يا سكالانس من العراق. كل تحية فايكنج ونطرونا مع الجاي.